على مدار سنوات الدراما المصرية قدمت لينا كتير من المسلسلات اللي سابت بصمتها مع الأسرة المصرية وفي كل بيت مصري. لو سألنا أي حد في الشارع إيه أكتر مسلسل مصري بتحبه، ناس هتقولك عبد الغفور البرعي. اللي أنا بشوفه أعظم أندر دوج في تاريخ الدراما المصرية، وأكيد طبعا أحسن قصة كفاح. واحد تاني هيقولك مسلسل يوميات ونيس أحسن، لأنه شايف شخصية ونيس اللي بيعترف بسلبياته قبل مميزاته، وبيأكد لنا إن مفيش حد مثالي، وإن هو كمان بيعلم نفسه مع عياله. واحد تاني ممكن يقولك لا يا عم انا بحب البخيل، وانا وهنا العكس تماما، انت مش هتحب فريد شوقي زي الابطال اللي فاتوا، ده انت هتكرهه كره العمى وعمرك ما هتتعاطف معاه. طيب كل المسلسلات اللي احنا ذكرناها دي مسلسلات ناجحة ومشهورة، والتلفزيون على طول بيعرضها، وقليل قوي لو لقيت حد ما يعرفهاش. المسلسلات دي بتتذاع في السنة يجي 5 6 مرات، يمكن اكتر كمان. ولكن على الجانب التاني في مسلسلات مصرية قصتها حلوة جدا لكن مش واخدة حقها، وقليل قوي لو لقيت حد شافها او سمع عنها. بالمختصر كده مسلسلات مش مشهورة، او خلينا نقول تعبير افضل، مسلسلات منسية. يمكن السبب في عدم شهرة المسلسلات دي إنها مش إنتاج مصري، دي إنتاج أردني. يعني نادرا لما هتلاقيها بتتعرض على القنوات المصرية زي قنوات النيل ومسبيرو زمان وكل المجموعة دي. ومن ضمن المسلسلات دي مسلسل الزنكلوني اللي احنا هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. مسلسل الزنكلوني اتعرض سنة 1987، المسلسل من إنتاج أردني. المسلسل من بطولة محمد رضا ومجموعة كبيرة من النجوم. قصة المسلسل بتدور عن شخصية عوض الزنكلوني، بس ده مش عوض واحد بس، ده عوض الطماع والكذاب والمفجوع والمرتشي والمزور، وغيرهم من الشخصيات المرفوضة في المجتمع اللي قدمها لينا الفنان محمد رضا. فكرة المسلسل وقتها كانت جديدة، وكانت تيمة الحلقات المنفصلة مش موجودة في الدراما المصرية قبل كده. يمكن التيمة دي اتشهرت أكتر بعد كده مع مسلسل حكايات زوج معاصر، النجم أشرف عبد الباقي اللي قدم فيه تجربة مشابهة لتجربة مسلسل الزنكلوني. لكن زي ما بيقولوا القديم يكسب و old is gold. في الحلقة التانية من مسلسل الزنكلوني بنشوف شخصية الطماع، بيبان طمع الزنكلوني لما بيشارك في برنامج المسابقات، وفعلا الزنكلوني بينجح انه يجاوب على اول سؤالين، لكن طمعه بيخليه يكمل عشان ياخد فلوس اكتر، فبالتالي بيخسر. لكن طمع الزنكلوني ما بيوقفش عند النقطة دي، ده بعد كده بيقرر انه يمشي بتاع الفول من قدام بيته عشان هو يبيع مكانه ويكسب فلوس اكتر. لكنه لما بيشتري عربية الفول محدش بيجي يشتري منه، وحقيقي الطمع قل ما جمع، وفعلا القناعة كنز لا يفنى. بس يا ريت بطلنا الزنكلوني قرر يعمل كده، بسبب طمع الزنكلوني أخد 10 سنين سجن في الآخر. وهنا بتظهر الفنانة آثار الحكيم اللي بتجسد دور ضمير الزنكلوني واللي بتعاقبه طول الحلقات. والزنكلوني بيوعدها إنها تكون آخر مرة، ولكنها ما بتكونش آخر مرة، لأن بعد كده الزنكلوني هيمارس هوايته المفضلة وهي الكذب على الناس. زي مثلا يعمل نفسه انه صاحب شركة كبيرة وهو في الحقيقة موظف كحيان، او يعمل نفسه الوزير بيسأل عليه في التليفون ويغير صوته، او يتقدم لواحدة ويفهمها ان هو فوق فوق ولكنه تحت تحت. ولان الكذب حبله قصير الزنكلوني بيتكشف وبيشوف ضميره تاني وبيوعدها انه هيتخلص من الكذب، لكن ده ما بيحصلش. بعد كده الزنكلوني بيقرر انه يحب بطنه، ايوه بيحب بطنه، بني ادم كل همه في الدنيا هو الاكل وبس. وبنشوفه وهو بياكل بكل شراهة قدامنا سايبه وكأنه ما شافش الفراخ قبل كده. وبيظهر حب الشخصية دي للأكل لما بيمشي بنته من ترابيزة الأكل وبيقول لها ما تاكلش عشان هو ياكل، ويبرر ده إنه سنه كبير ومعادش قدامه وقت كتير في الحياة عشان يستمتع بالأكل، لكن بنته لسه صغيرة قدامها العمر كله عشان تستمتع بالأكل. ده كمان كل كلامه بيكون عن الأكل، وده اللي بيقوله له صاحبه على القهوة، لكن الزنكلوني بيقرر يرد عليه وبيقوله إنه الأكل أهم حاجة في الحياة. وعشان كده صاحبه بيتدبس فبيعزمه عنده على العشاء، ويا ريته ما عزمه لأن الزنكلوني أكل الأكل كله وبيته هو ومراته من غير عشاء. وبيفضل الزنكلوني الأكل على عفش بنته اللي بيقرر يصرف فلوسه على الأكل وعشان يسعد بطنه. ونتيجة لكل ده جوازة بنته بتبوظ وخطيبها بيفسخ الخطوبة بعد أمر من أبوه طبعا، اللي بيكون شايف إن ده نسب ما يشرفش، وبصراحة عنده حق. بطن الزنكلوني بتضيعه أكتر لما بيقرر إنه يبيع أرضه عشان يصرف فلوسها على بطنه. بعد كده بطنه بتوديه ورا الشمس لما بيقرر إنه يسرب أسرار الشركة اللي بيشتغل فيها لشركة منافسة، وكل ده في المقابل عشوة. وهنا الزنكلوني بيتوقف عن الشغل وبتنتهي رحلتنا مع الزنكلوني المفجوع.
وبنروح لزنكلوني تاني، والدور المرة دي بيكون مع الزنكلوني المرتشي. في أول الحلقة بنشوف مشاكل الزنكلوني مع مراته وعياله، وإنه مش قادر يوفر لهم الفلوس والعيشة الكويسة، وبسبب خناقته مع مراته بيقرر إنه يروح يبات في بنسيون. وهناك بيشوف القمر ليلى طاهر اللي بيحبها من أول نظرة، والصراحة له حق، دي ليلى طاهر يعني. لكن لسوء الحظ ليلى طاهر بترفضه وبتقوله انت متخانق مع مراتك عشان 50 جنيه، هو انت لاقي تاكل عشان تتجوز تاني يا زنكلوني؟ وهنا الزنكلوني بيتصدم وبيتكسر إنها رفضته، فبيقرر إنه يوافق على عرض أصحابه اللي شغالين معاه في المصنع ويبوظ إنتاج مكرونة المصنع اللي بيشتغل فيه. وفعلا بينجح الزنكلوني في كده وبتتم الصفقة على أكمل وجه، ولكن الزنكلوني مخدش باله إن البوليس كان بيراقبه. وبنشوف الزنكلوني بيخش السجن للمرة الكام مش عارف، ما هو رد سجون بقى. الموهبة هي كيس الدهب بتاعت أي حد. ربنا أنعم على الزنكلوني بموهبة التقليد، ولكن الزنكلوني ما بيستغلش موهبته في الطريق الصح وبيقرر يستخدمها في الطريق الشمال، وبيبقى مزور. خليني أقول لكم إن حلقة المزور تعتبر من أحسن حلقات الزنكلوني، والكوميديا فيها غير. بنشوف الزنكلوني وهو بيزور شهادات جامعية وجوازات سفر وغيره وغيره. والتاني مرة بيشوف ليلى طاهر وبيعجب بيها، لكنها بترفضه تاني. مش عارف ايه حظ الزنكلوني مع ليلى طاهر بصراحة. وفي النهاية الزنكلوني برضه بيروح السجن. بيقولوا إن الخوف هو العدو الحقيقي للبني آدم، وفعلا الخوف كان عدو الزنكلوني. ده بقى اللي شفناه في حلقة المذعور. في الحلقة دي الزنكلوني كان بيخاف حتى وهو نايم على السرير. شايفين كمية البطاطين اللي هو متغطي بيها؟ مش طبيعي الزنكلوني ده يا جماعة. ده حتى ابنه لما اتخانق مع ابن واحد من رجال الأعمال، الزنكلوني ركبه عفريت الخوف وبقى كل شوية يروح للراجل الشركة عشان يسامح ابنه. وفي النهاية الراجل بيعمل له محضر بعدم التعرض ليه. وبنشوف مدى جبن الزنكلوني لما عربية زميلته في الشغل بتخبط في عربية واحد في الطريق، وبدل ما يقف معاها ويشوف في ايه المشكلة بيجري وبيقول يا فكيك، وما بيروحش الشغل لمدة أسبوع. خواف أوي الزنكلوني ده، مش بس خواف، ده كمان متشائم. حلقة المتشائم موضوعها متشابه شوية مع حلقة المذعور. بنشوف الزنكلوني طول الحلقة وهو متشائم. ده حتى الأول لما عرف إن التاريخ النهاردة يوم 13 بيقرر ما يروحش الشغل، وبيتمسك بموقفه ده أكتر لما يشوف نمرة العربية وبتكون 13 13. ده حتى بيتشائم من جوازة ابنه. الزنكلوني واحد من أحسن المسلسلات الكوميدية اللي اتعملت في تاريخ الدراما المصرية. لو وصلت لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبك، فما تبخلش عليا بلايك واشترك في القناة.